تخيل معايا تكون جالس مع عليك ما بيك حتى تعرف باللي نهاية العالم قربات، وهذا الشيء غادي يوقع بسبب واحد الدكتور هارب ليه اللي سميتو سكينر، واللي صنفوا العالم باللي هو اذكى شخص مورا اينشتاين، خصوصا مورا ما صنع واحد العلاج اللي يقدر يحيد اي الم كتحس به، واللي غيسميه هابانا، لدرجه الناس كامله شراتو بحال كيشيروا في شي مناضه وبقاو كيتعاطاو لمده طويله حتى ما بقاوش كيحسوا بالالم بسببه. يعني هذا العلاج غادي يخليك تحس براسك بحال عايش في النعيم وديما ناشط مع راسك، وبحال هكا الهابانا سيطر على العالم بشكل نهائي وحيد شي حاجه سميتها الالام. ولكن من بعد 3 سنين اينشتاين ديالنا غادي يخبر بخطره وحده، والناس اللي كان طالع معاه القالب ما كانوش عارفين انه موجد لهم مصيبه غادا تهز العالم كامل. داكشي علاش عيشوا معايا الاحداث. كيبدا الانيم ديالنا وسط من واحد الحبس مشدد الحراسه، ووسط منه كاين البطل ديالنا اكسيل اللي كان كيتدرب حتى غتجي زياره اللي غادا تخليه يفرح، وهنا غينزلوا باش يطلق مع واحد خيتي سميتها هيريش، واللي كانوا الشوفات ديالها كيخلعوا وبين موراها شي حاجه. اكسيل مريح قال لها بصراحه انا ما مرتاحش ليك، حيت كاع اللي بحالك ملي كيجيو عندي كيكونوا يا محاميين يا قتاله، وهي تكون لي عندك الصح حيت انا بجوج بهم، ودابا جيت نطلب منك واحد الطلب ولا وافقتي عليه غادي نخرجك من الحبس. اكسيل ما فهم والو، شكون هاد خيتي وكيفاش غادا تقدر تخرجه؟ وهنا غنعرفوا ان هيريش عارفه عليه بزاف د الحوايج لدرجه حتى شحال كيلبس في رجليه، يعني اختنا جايبه ليه مهمه وثيقه باللي غينفذ على حقه وطريقه. وهنا غادا توري واحد الفيديو انتشر في العالم كامل الدكتور سكينر، واخيرا بان للناس، ولكن يا ريت تكون ما بانش وبقى غير مخبي، حيت الدكتور قال للناس الا كنتو فرحانين حيت الاحساس بالالم غبر فراكم مكلخين، حيت الحاله اللي نتوما فيها ما كاينش فرق بينها وبين الموت. اعتمدتوا على الهبانه بشكل يومي وشربتوه بحال الماء، ولكن ما كنتوش عارفين ان هذا الاختراع غادي يدمر البشريه. ودابا بزاف منكم اللي استهلكوه بطريقه عشوائيه جا الوقت باش يدفعوا الثمن ديال هذا الغباء ديالهم، حيت انا ما صنعتش العلاج باش يكون غير مسكن صافي، انا صنعته باش يبقى في الجسم حتى من بعد 3 سنين. ودابا كاع اللي خداو المسكين ما عليه غير نقول لهم الله يرحمهم، وقدامهم غير 30 يوم صافي، يعني 30 يوم والعالم غادي يولي عامر غير بالجوتات. ودابا الهدف ديالي هو ننظف البشر ونبدا عصر جديد. ولكن من مور هادشي اللي قال لهم غادي يعطيهم امل بالعاني، وقال لهم باللي عندي الترياق ولا ما لقيتوش قبل 30 يوم اذا الخبار في راسكم. وهنا داكشي علاش هيريش غادي تطلب من اكسل يعاونهم باش يلقاوه، ولكن في البلاصه غادا تسالي الزياره، واكسل غيوقف وغيقول لها الا كنتي كتعرفيني مزيان راه من المفروض تكوني عارفه باللي فيه واحد الطبع خايب، واللي هو كان هرب من اي حبس كندخل ليه، وعلى غفله غيزرب لي على الحارس وغياخذ منه الفردي ديالو وغادي يهرب. بدا كيتعافر وكينقز من بلاصه لبلاصه، وبصراحه خونا ناضي لدرجه حتى شي ضابط ما قدر يوقفوا ليه يشدو حتى بالقرطاس، حيت خونا ولا بحال شي فرخ هربان من القفص. اما هيريش هادشي خلاها تزيد تاكد باللي اكسيل هو الشخص اللي كيقلبوا عليه. مورا غتركب مع دوغلاس اللي كان معاه باش يتبعوه حيت هرب، ولكن ديك الساعه كانت القرباله نايضه من بعد ما انتشر الفيديو ديال سكينر. الناس كامله كانت مخلوعه وخايفه من داكشي اللي جاي، وانا غنشوفوا اكسيل كيتسركل في الزنقه حيت هو اخيرا تهنى من ديك العبوديه ديال الحبس. وهنا غيشوفوا واحد الضابط وغيقول لي علاش انت لابس اللباس ديال الحباسه. في البلاصه غمق عليه بجوج كلمات وقال لي باللي كيمثل مسرحيه وخلاه ومشى. نيشان دخل لواحد المحل بدل حوايجو وركب موراه في واحد التران باش يبعدوا من تما. اما هيريش كانت عند المدير ديالها اللي قال لها خاصنا نتصرفوا بالزربه قبل ما يهرب لينا شي واحد متورط مع سكينر، حيت شي لو وقع هادشي ما غاديش نلقاو شي حاجه توصلنا ليه. اما اكسيل غادي يوصل للمحطه والكاميرات اللي تما غتعرف عليه وغادي يفرشوه، داكشي علاش غادي يعلق لهم وغادي يحاول يتفاداهم بحال لعب شي لعبه. وهنا إلينا غتعرف شنو كاين، وفي البلاصه غتبدا تراقب التحركات ديالو وغتعلم البقيه ديال الفريق، وهادشي على قبل باش يرحبوا به بالطريقه ديالهم. اما اكسيل كان باقي معلق لهم وواضح باللي غادي قاصد شي بلاصه في بالو، وخا الطيارات الاليه يحاولوا يمنعوه خونا راه ما كيساليش لهم. اما الفريق غادي يديروا اللي عليهم باش يحاصروه، ومنهم كريس اللي غادي تاخذ الاذن من دوغلاس وغتبدا تشيري عليه، وبحال هكا غادي يبقاو محاصرين وتابعينه حتى غيوصلوا لطريق مسدود وغادي يوقف. وتماك خرج ليه دوغلاس وقال ليه ما تتحركش، جاوبه وقال ليه خليني على الاقل نشوف شكون اللي باغي يقتلني. دوغلاس رفض، واكسل قال ليه اذا غادي تكتب على قبري تقتل من طرف دوغلاس الجبان. ولكن دوغلاس قال ليه انت وصلتي لطريق مسدود حيت البشر راه ما كيعرفوش يطيروا، ولكن البطل ديالنا كان تيقف راسو في البلاصه غينقص وغيشقم الطياره الاليه. وهنا كريس غتخدم دماغها وغتمشي لعنده وغتمدحو على المهارات اللي عنده وطلبات منه تصور معاه. اكسل غادي يوافق، ولكن ختنا نيجا كانت خايبه غادي تعلقو وفي البلاصه غادي تضربو بالضوء وغادي يفقد الوعي ديالو، وبحال هكا غادي يسيطروا عليه. مورا غادي يديو المعسكر وغيتجمعوا عليه، ومن بعد ما فاق غيقولوا ليه باللي حنا هما مجموعه لازاروس اللي غادي يولي عضو فيها ابتداء من داك النهار. وهنا الفريق غادي يحط واحد السوار في يديه، وهيريش غتفهموا باللي غيطول معاهم ولا مشى لاي بلاصه غادي يكون مراقب بحال كاع الاعضاء ديال
الفريق وقالت لي باللي اللي مطلوب منا هي والفريق هو يجيبوا سكينر باي طريقه قبل ما يدمر البشريه، ولكن انا كنحترم الاراء ديال الناس. داكشي علاش الا بغيتوا تكملوا حياتكم وانتم مجرمين كيبقى القرار ديالكم، وكونوا متاكدين غادي ترجعوا للحبس، ولكن راه كاين حل اخر واللي هو تحدوا معانا باش نلقاوه وموراها غادي نطلقوكم. اكسل ما ربعش يديه في البلاصه، خدا سلاح من كريس وهددها باش تحيد السوار والا غيقتلها، ولكن غادي تضربوا بالضو غتقول ليه الا حاولتي تهرب ولا تحيد السوار بالعنف الضو اللي فيه غيقدر يفرتك لك يديك، اما انا لو وقعت لي شي حاجه نتوما كاملين غتموتوا بنفس الطريقه. المهم الفريق غيتجمع بوحدو بلا هيريش وبداو كيفكروا شنو غيديروا من بعد ما يلقاو سكينر، ولكن كل واحد فيهم كان كيفكر غير في راسو في مصلحته، في بلاصه ما يستغلوا كيف ما استغلهم وياخذوا العلاج. ولكن العقل المدبر دوغلاس قال لهم واش تسطيتوا فيقوا شويه، حنا راه غادي ننقذوا العالم، اما انت اكسيل ما كنتش موافق انك تنضم لينا حيت كنشوفك مجرد حيوان كينقز وكيترطى وما غادي ينفعنا بوالو. ومن موراها غادي يعاود لهم كاع المعلومات اللي جمع على سكينر 58 عام وجاي من اسطنبول، يتيم الاب والام، وكان عايش بوحدو لفتره طويله، والانجازات ديالو بداو ملي كان باقي صغير واللي هما جائزه اعظم عبقري في العالم وجائزه نوبل 3 ديال المرات. ونهاريش غتعرض لهم واحد المؤتمر صحفي كان سكينر كيتكلم فيه واللي غيعلم الناس باللي من بعد 3 سنين جليد القطب الشمالي غادي يذوب كامل، وهذه غادا تكون البدايه ديال الكوارث اللي غتوقع في العالم. وهنا ليلاند قال لهم كيبان لي باللي سكينر شخص اللي ظريف والاعمال الخيريه ديالو كثيره، وهذا الشيء كيعني باللي كاين شي سر هو اللي كيخليه يهدد العالم على غفله. المهم غادي يتقسموا لجوج فروق وغادي يتحركوا في البلاصه، وهنا غيعرفوا باللي شرا واحد الملجا قبل 8 سنين، يعني الشارف ماشي ساهل. وهنا كريس غتسول اكسيل بشحال كانوا حاكمين عليه وهو يقول لها 800 عام. شنو هو ترى الحياه وما فيهاش هذا الرقم. في البلاصه غتوقف الطوموبيل وغتلوحوا برا حيت شاف شو بحال شي سفاح لدرجه تكون قتل نص المدينه ما كانوش غيحكموا عليه بهذه المده كامله. ولكن اكسيل غيفهمها باللي كانوا كيزيدوا المده كل ما حاول يهرب، حيت هو في الاصل كان محكوم غير ب3 سنين، ولكن العدد وصل لهذا الرقم بسبب عمليه الهروب الكثيره. وفي جهه اخرى دوغلاس غادي يعاود ليلاند على الجريمه اللي تحبس بسببها، ووسط من الكلام غيذكر الين اللي واخا كانت كتبان عليها دريه مهدنه في الحقيقه هي الجوكر ديالهم. وهنا غادي يوصل الفريق لبلاصه الملجا اللي كان كيبان بحال شي حبس، دخلوا ليه ولكن غيلقاو تماك واحد الجهاز خدام، يعني شي واحد كان تماك. وفي الوقيته اللي تفرقوا باش يلقاو دليل شي واحد على غفله غادي يخرج لليلاند، وفي نفس اللحظه اكسيل وكريس غيلقاو واحد الشارف فوق كرسي وما عرفوش واش حي ولا ميت، وعلى غفله غيخرجوا لهم وغيبداو يتيروا عليهم القرطاس. اكسيل كان ناشط وقال لها باللي عنده واحد السلسله هي اللي كتحميه، يعني ما غاديش يموت، وعلى غفله غيخرج كيجري وغيتشيري عليهم. وخونا بصح كان تيق باللي السلسله ما غاداش تخليه يموت، غادي يدقدق والديهم، وهذا الشيء خلى كريس عرفت باللي خونا هارب ليه، وهي تقول ليه حنا راه ما جيناش هنا باش نلعبوا، حنا جينا هنا باش نلقاو سكينر. وداك الشيء اللي كان غادي يرجع يهز خونا اللي كان هو سكينر، ولكن قبل ما يقيسوا البوليس غادي يحاصروا الدنيا وغادي يقولوا لكل شيء يستسلم. ولكن اكسل غيقول لهم واش تسطيتوا هبطوا سلاحكم، حنا راه من فرقه لازاروس. البوليس ما فهموا والو علاش كيدوي وما سمعوش ليه. وهنا كريس غتشعل الضوء وغيطلع خونا واحد الشارف اللي كان عنده كريدي وهربان، يعني ماشي هو سكينر، وهذا الشيء كيعني انهم كاملين جاوا على الخو الخاوي. ولكن هنا فين غتوقع الصدمه، الين غتلقى بلي 100,000 شخص في العالم كلهم كيشبهوا الدكتور سكينر، يعني هذا الشيء غريب وكيرمز لشي حاجه مهمه. ايوا سيادي خليونا نشوفوا سكينر لاش كيخطط بالضبط. دوغلاس حتى هو جا هذا الشيء في شكل، ومن اللي حلل هذا الشيء في دماغه مزيان فهم ان كاين شي واحد اخترق انظمه المراقبه وبدل الوجوه ديال الناس العاديين بوجه سكينر باش حتى شي واحد ما يقدر يلقاه. وهنا غتقول لهم الينا باللي كاينين غير 3 ديال المخترقين في العالم كامل هما اللي قادرين على هذا الشيء، وبطبيعه الحال حتى هي هاكر تقدر دير هذا الشيء. ولكن الحاجه الزوينه في هذا الشيء هو انهم متاكدوا باللي سكينر مازال حي، وحتى الفرضيه ديال انه بدل الشكل ديالو باش يعيش وسط من الناس مستحيل تكون بصح، حيت كون دار هذا الشيء ما غيفكرش يبدل الشكل ديال الناس للشكل ديالو. وهنا هاريش غتوزع لهم المهمات، كريس وليلاند غيمشيو للدار القديمه ديال الدكتور سكينر، اما دوغلاس واكسل غيمشيو لعند كلوب واللي كان واحد من اهم الناس اللي عاونوا سكينر في البحث العلمي ديالو. وهنا غادي يوصلوا لواحد السبيطار اللي كان عامر بالمرض، حيت من بعد ما حبسات الناس الهبانه ولاو الامراض غير كيصيبوهم بحال الدواء اللي كانوا كياخذوا كينتقم منهم دابا. المهم دوغلاس ما غاديش يلقى سكينر في السبيطار وما لقى عليه حتى شي معلومه، اما ليلاند وكريس غادي يوصلوا للدار القديمه ديال سكينر وغادي يقولبوا الحراس ديال الامن وقالوا لهم باللي هما مجرد عمال نظافه. وهنا كريس قالت ليلاند انت بطيور مع راسك، ولكن بصراحه هادشي ساهل بالنسبه لك حيت شحال هادي كنتي كذاب وشفار. وهو يقول لها ما تعايرينيش على انت براسك ما كنتيش محبوسه في جزر الهيمالايا. وهنا غنعرفوا ان كريس كانت جاسوسه وسافرت العالم كامل كعامله سريه، ولكن من بعد غادا تفرش وغادا تشد في الحبس. نرجعوا عند اكسيل اللي غادي يقول دوغلاس انا عندي واحد الاقتراح وكنتمنى انه ينجح ودير فيه الثقه. وهنا غيدير عند واحد صاحبه اللي كان صاحبه في الحبس واللي كان مؤسس واحد الملجا خاص بالشمكاره. اما كريس وليلاند من بعد ما دخلوا للدار القديمه ديال سكينر غادي يقلبوها مزيان بحال الحكومه ما دخلتش قبل منه مقلباتها. ولكن الحاجه الغريبه هي ان كريس غتلقى واحد الحبه واللي كانت كتصحاب لها باللي هي العلاج اللي دوا عليه سكينر، ولكن ختنا ما تسوقاتش لها وخشاتها غير في جيبها. اما اكسل غيتسركل في المنطقه كامله وغادي يقلب على صاحبه تجيري اللي غادي يلقاه متخفي في الهيئه ديال واحد البنت، غادي يريحوا معاه وغادي يقول ليه باللي كيقلبوا على واحد الشخص سميتو كلوب. ولكن تجيري غيقول ليه باللي هنا كاينين بزاف ديال الناس وكل واحد عنده قصه مختلفه، يعني ما غيعجبوش الحال اللي عطاه المعلومات على شي واحد كاين تماك. ولكن دوغلاس غيقول ليه حنا ما جايينش باش ناديو شي واحد
وغيعاود لي القصه ديالو ملي كان باقي باحث في الجامعه، وقال لي باللي الدكتور كلوب هو الوحيد اللي عاونني. وجيري هنا ملي سمع هادشي فرح وقال لهم فين كاين. داكشي اللي خلى دوغلاس مشى لعندو فين كاين هو ودوا معاه وقال لي يعطي اي معلومه خاصه بسكينر. وهنا كلوب بغى يقول ليه باللي سكينر شخص اللي ظريف وعادي، ولكن ملي كيندمج مع الابحاث ديالو والخدمه ديالو عينيه كيتعماو وكيولي يخدم بالليل وبالنهار، وهادشي هو اللي خلاه يبعد عليه حيت كان كيغير منه، وبسبب الغيره ديالو ولا شخص اللي متشرد وما لاقي حتى ما ياكل. ولكن هنا غادي يعطيه واحد المعلومه بسيطه، وقال لي باللي سكينر عنده واحد جداتو اللي عايشه في اسطنبول وكيبغيها بزاف، ومن الممكن انه يكون عايش معاها تما. المهم غادي يرجع دوغلاس لعند الفريق وغيشاركهم هاد المعلومات، ولكن ملي غيقلبوا عليها ما غيلقاوش الاثار ديال جداتو، بحال اختنا غبرات بالعاني. ولكن هنا الينا غتلقى باللي واحد البلاصه في اسطنبول ما فيهاش الامن، وغيفترضوا ان سكينر ممكن يكون مخبي تماك. داكشي علاش غادي يسافروا لتماك، ولكن الناس اللي كانت عايشه تماك ما غيرتاحوش ليهم. وهنا غيخرجوا الاكسل وليلاند واحد المجموعه واللي كانوا ناويين على خزيت، واكسل غيقول ليلاند عندنا جوج ديال الحلول، يا غادي نهربوا يا اما غنتقاتلوا معاهم. وبطبيعه الحال اكسل عزيز عليه القتال، غادي يهجم عليهم وغيبدا يدقدق في والديهم، وموراه غادي ياخذ ليلاند وغادي يهربوا. غادي يبداو ينقزوا فوق السطوحه، ولكن ليلاند غادي يطيح وسط من واحد الدار ديال واحد البنت اللي كانت كتقلب على شي امير وسيم، وسبحان الله ليلاند طاح لعندها. ولكن العصابه غادي يدخلوا عليه وغيتجمعوا عليه، وملي شافوا السوار اللي في يديه كان كيسحب لهم بلي شي ساعه غاليه وبغاو ياخذوها منه. اما اكسل غادي يرجع عليهم وغادي يهجم على العصابه اللي كانوا محاصرين البيت، وفي الوقت اللي كانوا حاكمين فيها ليلاند وصافي غيقطعوا ليه يديه، ليلاند غيقول لهم انا جي ناكل غير الحلوه ديال الجده بليندا. داكشي اللي غيخلي خوتنا يفهموا انهم مجرد سياح، داكشي علاش غيطلقوهم وغيديوهم لعند هاد بليندا اللي غادا تستقبلهم وغتضايفهم مزيان. وبطبيعه الحال سولاتهم شكون هما وعلاش جايين بالضبط لعندها هي. وهنا اكسل غيقول لها سمعينا لاله بليندا، حنا راه عملاء سريين وعندنا تصريح نقدروا نقتلوا به. وهي تقول ليه بليندا اذا بلا شك جايين كتسولوا على سكينر، ولكن البلان هو ان بليندا ما كانت عارفه والو على سكينر، وقالت لهم باللي الطفوله ديالو كانت صعيبه بزاف، وملي كبر ولا شخص اللي ظريف ولكن في نفس الوقت حساس. داكشي علاش ما كانش همها الجريمه اللي دار كثر ما كان همها ان تشوفو وتعنقو. وهنا اكسل غيفكر مزيان وغيقول ما حد سكينر كيبغي جداتو، فغالبا مركب شي كاميرات هنا في الدار باش يبقى مراقبه. وداكشي اللي كان غادي يبدا يقلب مزيان حتى غيلقى واحد الكاميرا وغيقول ليه وجد راسك حيت قريب غادي نلقاك. نمشيو دابا لعند الين اللي كانت ناصبه واحد الفخ للشخص اللي مسؤول على النسخ ديال سكينر، وداكشي اللي كان غادا تنجح وغتقدر تحدد بلاصتو. وهنا غنعرفوا باللي سميتو الهاكر 909 واللي كيتعتبر واحد من اخطر القراصنه اللي كاينين في الانترنت، لدرجه المباحث الفيدراليه ما قدرتش تلقاه. والواعره هي ان الين ماشي غير عرفت الهويه ديالو بلاصتو صافي، قدرت تعرف حتى الحساب البنكي ديالو، واكتشفت باللي عنده بزاف ديال التحويلات في بزاف ديال البلدان مختلفه، والفلوس اللي كتدخل للحساب ديالو كل نهار ما عندهاش حدود. وخونا طلع متعاون مع سكينر باش ياخذ معلومات على الهابانه، وموراه باع لواحد خونا اللي سميتو سام واللي هو صاحب اكبر مؤسسه كانت مستحوذه على العلاج. داكشي اللي خلى اكسل وقف وقال لهم اذا صافي خاصنا ولا بد نشدوا هاد خونا. نقزات كريس وقالت ليه الهضره راه ساهله، انت راه كدوي على واحد خونا اللي الحكومه براسها ما قدراتش تشدو، ولكن هيريش غتقول لهم سيروا خاصكم تشدوه، وهذا الشيء غيسهل علينا الطريق باش نوصلوا للهاكر 909. وداك الشيء اللي كان الابطال ديالنا غيتبوكسوا وغيولوا يبانوا بحال شي رجال اعمال عندهم مكانه كبيره في المدينه، وهذا الشيء على قبل الحفله اللي كيديرها سام كل سيمانه واللي كيجمع فيها الريوسات الثقال ديال المدينه والتيتشيز الفي اي بي ديالهم. داك الشيء علاش كريس كانت فريده من نوعها، اما ليلاند حتى هو غيتنكر في شكل بنت حيت ناويين يتقسموا على جوج فراقي. وهنا دوغلاس غادي يحذرهم وغيقول لهم وياكم ديروا شي حاجه غلط حيت اي غلط غيوقع هنايا سام غيعيق ويقدر يهرب لينا. المهم دوغلاس واكسل غيحاولوا يطلعوا الايطاج الثاني، ولكن الحراسه كانت مشدده وما يمكن حتى شي واحد يطلع من غير الا كان عنده واحد الختم. ولكن اكسل بطبيعه الحال ما كيربعش يديه، غيلقى واحد خونا جايب الكاو ديال بصح غيطنطنو وغياخذ الرقم المشفر اللي عنده في داك الختم، ومن موراها غيخرجوا وغيدخلوا لوسط الناس وغيبداو يرقصوا بشكل عادي. اما كريس وليلاند غيقصدوا البلاصه اللي مريح فيها سام وغادي يريحوا في جنبه وغيبداو يتفرجوا معاه في المنصه اللي كيضرب منها العاقه ديال بصح. اما خونا كان حاط رجل فوق من رجل وكيعيق عليهم بالعاقه اللي كتدخل ليه كل نهار. غادي تقرب منه كريس ولكن ليلاند غادي يبعد عليه وغيدير راسو باللي مجرد بنت كتحشم منه، ولكن الواعره غيلفت الانتباه ديال المغني اللي غادي ينوض البلبله في الحفله. داكشي علاش كلف واحد خونا باش يحرسو وقال لي باللي هاد البنت كتخصني انا حدايا مزيان. اما في جهه اخرى في نفس الوقت الين كانت كتراقب الكاميرات ديال المراقبه، وهنا غتشوف لها الرقم 909 كيحول واحد المبلغ كبير لواحد المحفظه الكترونيه، والواعره هي ان الكاميرات قدرت ترصد الملامح ديالو. وهنا غنعرفوا باللي خونا هو نفس المغني اللي غينوض البلبله في الحفله واللي سميتو فيجوراي. اما سام غادي يخلي الرجال ديالو وغيدي معاه كريس اللي كان كيظن انها مجرد فريسه سهله، ولكن كريس غادا تشدو غتدقدق الوالدين الضلوع بحال كتنتقم لكاع البنات اللي اداهم. وهنا الين غادا تقول لهم كلشي، داكشي اللي غيخلي دوغلاس واكسل غيدخلوا في قتال مع حراس الامن. اما ليلاند حتى هو غيهرب لهم، وكريس غادا تدخل في قتال مع الرجال ديال سام، ولكن سام وفيجوراي خافوا وغادي يركبوا في الطياره وغيحاولوا يهربوا. وهنا كريس واكسل غيدخلوا في قتال مع الرجال وغيقدموا احسن عرض ديال الرقص بالقرطاس. وفي الوقت اللي الطياره غتبدا تطير غنشوفوا اكسل اللي غيجري باقصى سرعه عنده وغادي ينقص حتى للسما، غيطير
غيطير بعيد وغادي يشق من الطياره. ويلي ترى خونا ماشي عادي. وهنا صام ملي شافو خاف بزاف وامر الطياره باش طيحو، ولكن الذكاء الاصطناعي ديالها ما غاديش ينفذ ليه هذا الشيء، داكشي اللي غيخلي صام يتعصب وغادي يدمر داك الجهاز. وهنا الطياره غتبدا تمشي على اليمين وعلى اليسار وكانت غادي تطيح، ولكن اكسيل غادي يطلق منها وغيطيح فوق من الطياره الاليه ليلاند وغيشقم في يديه واحد الرشاش باش يتحارب معاهم. وهنا صام غادي امر الذكاء الاصطناعي باش يطلق عليه القرطاس ولا الصواريخ، ولكن عاوتاني ما غاديش ينفذ ليه هذا الشيء، داكشي اللي غيخليه يتعصب ديال بصح وغيدمر الجهاز بخطره وحده. وهنا الطياره غتفقد التوازن ديالها، داكشي اللي غادي يخلي اكسيل يستغل الفرصه وغيطلق القرطاس على المروحيه ديال الطياره وغادي يطيحها في البحر. وهنايا اكسيل غيوقف فوق من الطياره وغيبقى يشوف فيهم، غيطلعوا من وسط الماء ويحاولوا ينقذوا راسهم، ولكن غيلقاو اكسيل واقف قدامهم وهز عليهم السلاح وهو يقول ليه قول لي فين كاين سكينر. وديك الساعه ممكن نفكر نطلعكم من الماء، ولكن سام ما جاوبوش وهو يقول ليه اكسيل واش انت كحلتيها فلوس من الهبانه واخترقت الشركه دلتا للادويه وخديتي البيانات ديالهم وما قادر دابا تقول حتى شي حاجه؟ دوي فين كاين سكينر؟ في البلاصه غادي ينطر سام الفيجورا يسنسل اللي في عنقه وغيرميها لاكسيل حيت هي اللي فيها كاع المعلومات، ولكن اكسيل بالزربه غادي يغرق الطياره وغادي يهرب من تماك والحكومه غادي تشدهم. ولكن الواعره هي انهم من ديك الفلاشه اللي لقاو غيعرفوا باللي ما عندهم حتى شي علاقه بسكينر، ولكن البلان شركه دلتا للادويه هي اللي كانت كتعامل معاه، يعني الشركه من الاول كانت عارفه الخطوره ديال الهبان على البشريه، وبحال هكا بقات غير 24 يوم على النهايه ديال البشريه اللي حضرهم منها سكينر. وهنا غادي يقول لهم دوغلاس باللي الهاكر 909 كان عارف من الاول الخطر ديال الهبان حيت هو اللي اكد كاع البيانات ديال دلتا اللي كانت عارفه الخطوره ديال الهبانه من الاول. وفي ديك اللحظه غيلقاو واحد التصويره غريبه في البيانات ديال الهاكر 909 واللي كانت عباره على واحد التصويره وسط منها كاينين النجوم، عديد واحد المقطع الصوتي اللي كان ما مفهومش وكيصيفطوا لواحد الناس اللي برا المدينه. وهنا الينا غتقلب في كاع المقاطع الصوتيه اللي فيها التقطع، وهنا غتعرف بلي هاد المقاطع الصوتيه مجرد رسائل مشفره اللي كتوضح التجارب الفاشله للهبانه حتى الوقيته اللي صدق فيها العلاج وخرج للسوق. ولكن البلان هو علاش داروا هادشي كامل وعلاش شفروا هاد المقاطع الصوتيه اللي هي مجرد تجارب فاشله. وهنا الين غتفهم باللي بحال كيحاولوا يصيفطوها لشي شخص بلا ما يقولوا شكون هما، وماشي بعيد يكون هاد الشخص هو سكينر نيت. داكشي علاش غيقرروا انهم يطلقوا مع هاد الناس واحد بواحد باش يحاولوا يعرفوا فين كاين سكينر اللي كيتواصلوا معاه. وهنا غيحاولوا يدخلوا واحد المبنى اللي فيه اغنى الاغنياء ديال المدينه واللي منهم بالضبط صحاب الشركه ديال دلتا. وبطبيعه الحال معروف باللي الامن اللي كيحرس الاغنياء ماشي هو الامن اللي غيحرسنا حنايا، ولكن اكسيل ما غيهموش كاع هادشي اللي خايفين منه وغيقصد الباب بكل شجاعه وغيدخل من وسط منهم. الامن غير شافوه حسوا بشي حاجه ماشي تليه، قصد السانسور وحتى الامن قصدوا ودخلوا معاه بحال ما كاين والو، ولكن اكسيل كان فرحان حيت دابا غيقدر يتعامل معاهم دقه وحده. وفي ديك اللحظه واحد من رجال الامن غادي يرفع واحد الجهاز باش يضربوا بالضو، ولكن اكسيل غيشقم ليه يديه وغيتسنى غير بين ما يتسد الباب وغير تسد غادا تنوض البلباله. ما كاين غير عطيني نعطيك، ضربه هنا وضربه هنا، واخا كانت المساحه صغيره خونا كان ناضي وخفيف ومع تحل الباب كلشي كان كاو الا اكسيل اللي خارج كيسبح. كمل طريقه للبيرو ديال المدير وكيف دخل عليه خونا خاف لا يقتلو، واكسيل غيعرض ليه كاع السجلات الاجراميه ديالو وموراها غيطلب منه يقول لي فين كاين سكينر، ولكن المدير غادي يقول ليه ما كاينش شي واحد في هذا العالم باغي يلقى سكينر اكثر مني حيت سكينر اختفى قبل ما يعطينا العنوان ديالو. داكشي علاش كنضطروا اننا نصيفطوا ليه الرسائل بديك الطريقه المشفره. وحيت اكسيل في ديك الوقيته كان متصل بالفريق كامل، دوغلاس غادي يقول للمدير انت كنتي عارف بلي الهبانه سمياك؟ قال لي المدير لا مستحيل نعرف، اصلا اش من مصلحه عندي الا كنت عارفو اسم. وفوق من هادشي قبل ما نجربوه على البشر كنا جربناه على القروده، ولكن بصح كان واحد منهم مات، ولكن اللي ما فهمناش هو قبل ما يموت عينيه تحولت لواحد الفضاء اللي عامر بالنجوم. اما البشر هما اللي قرروا ياخذوا بديك القطره، داكشي علاش ما فيهاش الشك غادي يموتوا. اما بالنسبه للشركه ديالنا راه دارت كاع اللي في جهدها باش تلقى العلاج، ولكن باقا ما لقاتوش. وقف اكسيل وهو يقول لي بما اننا كاملين باغي نلقاو العلاج اذا غادي خصك تعاون معنا باش نجيبو سكينر. وداكشي اللي كان غادي يعلمو هيرش بالخطه واللي هي غتعلم المدير ديالها باللي غادي ينظم واحد المؤتمر اللي غادي يضم كاع الاطباء باش يعرضوا واحد العلاج وهمي للهبانه، وكاين احتمال كبير ان سكينر يجي الفضول ويجي بنفسه باش يشوف هذا العلاج واش غينجح ولا لا، وممكن كاع يصيفط حتى شي واحد من عنده باش يسرق العلاج. وداكشي اللي كان بدات الخطه والفريق كامل غادي يوقف برا الشركه ديال دلتا وغيبقاو مراقبين باش يشوفوا شكون هذا اللي غيصيفطوا سكينر، حيت ولا بد خاصو يصيفط شي واحد باش الخطه ديال انه يدمر البشريه ما تفشلش ليه. اما الينا كانت كتراقب كل شيء باش حتى شي حاجه ما تخفى عليها واي حاجه توقع تعرفها في البلاصه، ومن الفوق كتحاول تحمي جميع الاجهزه اللي كاينين وسط من الشركه حيت مامنه بانه كل ما زادت الحمايه ديال الاجهزه كل ما كيزيد الحماس ديال المخترقين. وهنا غادي يبدا المؤتمر الصحفي والمدير ديال شركه دلتا غيعلن باللي لقاو واحد العلاج. وفي ديك اللحظه الين غتجي واحد الرساله باللي كاين مخترق وسط من القاعه واللي كان كيحاول يخترق الاجهزه ديال الامن، وداكشي اللي غادي يكون غادي تفضوا على القاعه كامله، يعني كاين شي مخترق وسط من القاعه وشي واحد كيعاونوا على برا واللي هو نيت اللي قطع الضوء. غادي يتحرك الفريق بالزربه كامله ولكن ما غادي يلقاو حتى شي واحد. وهنا واحد خينا كان وسط من القاعه غادي ياخذ داك العلاج وغادي يدكو في راسو، وكان كيسحب لي باللي صافي لقى العلاج ودابا ما غاديش يموت، ولكن ما عارفش باللي هذاك راه مجرد سائل عادي. اما المخترق غادي يرول القاعه، غادي يبدا يطفي الضوء ويشعلو وغادي يرول البيبان والاجهزه الالكترونيه، ولكن الواعره هو ان المخترق كان بنت واللي سميتها بوب كورن ويزارد. وهنا الين غتعرف باللي العيب كاين في الاجهزه ديال الامن واللي تبدلات من بعد ما اعلنوا على المؤتمر الصحفي.
باش المخترق يقدر يستخدمها في الاختراق ديال المكان. ولكن الين كانت ذكيه وخلات المخترق يبلع الطعم اللي لاحتو ليه، حيت اصلا خلاتو بالعاني يخترق باش يعرف البلاصه ديالو فين كاينه. غادي تفيض الضوء على القاعه كامله، يعني كاين شي مخترق وسط من القاعه وشي واحد كيعاونو على برا واللي هو نيت اللي قطع الضوء. غادي يتحرك الفريق بالزربه كامله ولكن ما غادي يلقاو حتى شي واحد. وهنا واحد خينا كان وسط من القاعه غادي ياخذ داك العلاج وغادي يدقو في راسو، وكان كيسحب لي باللي صافي لقى العلاج ودابا ما غاديش يموت، ولكن ما عارفش باللي هذاك راه مجرد سائل عادي. اما المخترق غادي يرول القاعه، غادي يبدا يطفي الضوء ويشعلو وغادي يرول البيبان والاجهزه الالكترونيه. ولكن الواعره هو ان المخترق كان بنت واللي سميتها بوب كورن ويزارد. وهنا الين غتعرف باللي العيب كاين في الاجهزه ديال الامن واللي تبدلات من بعد ما اعلنوا على المؤتمر الصحفي باش المخترق يقدر يستخدمها في الاختراق ديال المكان. ولكن الين كانت ذكيه وخلات المخترق يبلع الطعم اللي لاحتو ليه، حيت اصلا خلاتو بالعاني يخترق باش يعرف البلاصه ديالو فين كاينه. يعني الين خسرت المعركه باش تربح الحرب. وهنا هيريش غادي تصيفط رجال الامن للبلاصه ديال المخترق، ولكن الهاكر غتهرب من بعد ما عرفت ان العلاج مجرد خدعه وهميه ولا حتى الجهاز ديالها باش ما يقدروش يتعقبوا ويعرفوا فين غادا. وهنا غادي تتصل بالين وغادي تقول لها كنتي ذكيه ولكن انت راك ما ذكاش مني. المهم غادي يتجمعوا في المقر مره اخرى ودوغلاس غادي يعرض عليهم برج الحقيقه وغيقول لهم بلي هذا البرج كان سكينر كيزورو بزاف فاش كان باقي صغير، وهذا البرج عباره عن واحد القريه اللي عايشين فيها واحد الناس معزولين على العالم وكيكتفيو غير بذاتهم وكيقدسوا شي حاجه سميتها الذكاء الاصطناعي. داكشي علاش كيبان ليه بلي سكينر يقدر يمشي لتماك حيت ديك البلاصه مناسبه لانه يتخبى فيها. شي واحد فيهم مقتنع بهذا الكلام، ولكن هيريش غتسول الين واش تقدر تخترق الشبكات اللي تماك، ولكن الين غتقول لها بلي مستحيل حيت النظام ديالهم منفصل على العالم. وهذا الشيء عرفته الين حيت تزاد تماك. داكشي علاش غترفض الخطه ديال هيريش وغتقول لها من الاحسن نمشي لتماك وندي معايا واحد من الفريق. وداكشي اللي كان الفريق غيتحرك وغادي يوصلوا للجبل وغيقولوا لالين وليلاند الا ما رجعوش من بعد يومين غادي يدخلوا لعندهم وغادي يجيبوهم بنفسهم. المهم غادي يدخلوا والين غتبان لها بلي الدنيا تبدلات وما بقاتش كيف ما خلاتها. وهنا غتتلاقى بها صاحبتها هانا اللي غترحب بها وغديها للمقر، وتماك غتلاقى بها اللي غتعنقها وغتقول لها كنت متاكده انك غادا تجي ودابا ما فيهاش الشك عرفتي من العالم الخارجي وقررتي باش ترجعي لينا. وفي ديك اللحظه غادي يخرج القائد وغادي يرحب بها هي وليلاند وغيامر موراها هانا باش تاخذ اي حاجه عندهم في الانترنت باش ما يتواصلوا مع حتى شي واحد اخر برا القريه ديالهم، حيت بالنسبه لهم العالم الخارجي كله فاسد وملوث. وهنا ليلاند غادي يفيق بالليل وغيحاول يستعمل السوار باش يتواصل مع هيريش، ولكن الذكاء الاصطناعي اللي تابع للقريه كان كيشوش على اي جهاز كيحاول يتصل بالعالم الخارجي. وحتى من البقيه ديال الفريق كلهم كانوا مشوشين وكانوا غير كيفكروا فيهم وما قدروش ينعسوا، لدرجه اكثر بقوه التوتر ما قدرش يبقى بارك وقرر انه يخرج يجري ويتريني شويه. وهنا ليلاند غادي يقول الين كيفاش تقابلتي مع امك ولحد الان باقي ما قلتيش لها كلمه ماما، واصلا الطريقه اللي رحبات بك بها كتبان لي بحال طريقه عاديه وما فيهاش كاع المشاعر. قالت لي الناس اللي عايشين هنا عباره على عائله كبيره وما كيقدروش الترابط القوي اللي بيناتهم حيت ما باغينش يكون التمييز ما بين الافراد ديال العائله وكلهم كيفكروا غير في الذكاء الاصطناعي. المهم الغد لي هانا غتاخذهم في زياره للمكان وغتوريهم الدنيا كيف دايره وغتفهمهم باللي ما محتاجين حتى شي حاجه من العالم الخارجي، عندهم الحديد الماكله الشراب الماء اي حاجه غيحتاجوها، ولكن اهم حاجه عندهم هي الذكاء الاصطناعي اللي كيتعاملوا معاه على انه شي حاجه اللي مقدسه. وهنا دوغلاس غادي يعرف شي معلومات على الذكاء الاصطناعي وغادي يشاركها مع كريس. وهنا غنعرفوا انه في 15 عام اللي فاتت تطور واحد الذكاء الاصطناعي من طرف واحد الباحثين في معهد التكنولوجيا، وهذا الشيء على قبل باش يعرفوا شنو هي الشبكه العصبيه البشريه. وبطبيعه الحال اللي كان مسؤول على المشروع هو سكينر. ومن بعد ما اكتمل المشروع غادي يديروا واحد التجربه اللي غيدمجوا فيها البرمجه ديال الذكاء الاصطناعي مع رغبه السيطره والتدبير اللي عند الانسان، وهذا الشيء هو اللي غيعطينا الذكاء الاصطناعي اللي كان متطور ومستقل ويقدر يتحكم في اي حاجه كدور به واللي كتعتمد عليه القريه. ومن ديك الوقيته مكتب التحقيق الفيدرالي وهو كيقلب على السر ديالو واكتفاو غير بالمراقبه ديال القريه من بعيد. المهم ليلاند كان باقي كيقلب على سكينر ولكن ما لقى حتى شي دليل ولا شي اثار ديالو، داكشي علاش غيتفقوا الين باللي فوق الصاله غيدخلوا لبرج الحقيقه ويقلبوا على اي سجل مذكور فيه الاسم ديالو. ولكن لسوء الحظ هانا غتسمعهم وفي ديك الليله غادي يدخلوا لبرج الحقيقه والين غتحط واحد الفلاشه في واحد الجهاز باش تنقل كاع المعلومات اللي فيه. ولكن للاسف القائد غيدخل عليهم وغيقول لهم باللي برنامج الذكاء الاصطناعي كان متوقع انكم غديروا هذا الشيء ودابا صافي غيحاصروهم ولاو كيشوفوهم مجرد مجرمين. اما دوغلاس غتوصلوا شي معلومات على بيلر واللي هو القائد ديال القريه واللي هرب من المؤسسه باش يكون الطائفه اللي كتعبد الذكاء الاصطناعي، وهذا الشيء خلاهم يشكوا انه كيستغل العقول ديال الناس باش يغديو الرغبه ديال الذكاء الاصطناعي في السيطره والتدبير. ولكن اكسل كان عنده راي اخر، قال لهم بما ان الذكاء الاصطناعي سكينر هو اللي صوبه فهذا الشيء يعني ان سكينر حتى هو عنده الرغبه في انه يدمر العالم. نرجعوا عند ليلاند والي اللي غادي يحبسوهم في الحبس وما كانوش عارفين شنو غيوقع لهم حتى غتجي عندهم هانا وغتقول لهم ان القائد غادي يطهرهم من الذنوب ديال العالم الخارجي، يعني القائد غادي يحرقهم وهو عايشين والقريه كامله غتفرج فيهم وهما كيتعذبوا. الين
غتخلع وغتحاول تقنعها انها تعتقها، ولكن هانا غتقول لها انا ديما كنت كنغير منك حيت انت كان عندك واحد الذكاء خاص بك، ولكن انت هربتي من هنا وخليتيني بوحدي. قالت لها الين وعرفتي شنو، الا عتقتيني انا كنوعدك باللي غادي نديك من هنايا. وديك الساعه غادي نعيشوا بجوج بينا. وهو ينقص ليلاند وقال لها الا كانت عندك الشجاعه خذي القنبله ديال الدخان اللي عندي في شكارتي وشعلها وخلينا نهربوا من هنا. وداك الشيء اللي كان. طلع الصباح وربطوا الين وليلاند بجوج بهم وشعلوا العافيه. والواعره هي ان القريه كانت كامله فرحانه ومن بينهم امت الين، ولكن هانا ما قدرش تستحمل هادشي. داكشي علاش غادا تجري وغادا تشعل القنبله ديال الدخان. وفي ديك اللحظه غادي يشوفها اكسي اللي عارف ان هذه اشاره. داكشي علاش الفريق كامل غادي يجري باش ينقذهم. اما بيلر غادي يسحب لي بلي الدخان الاحمر هو الغضب ديال الذكاء الاصطناعي. داكشي علاش غادي ياخذ كاع الناس وغادي يحبسهم وسط من البرج. واصلا خويا كان مكلخ كيسحب لي بلي الارواح ديالهم خالده وواخا يموتوا غادي يرجعوا للحياه مره اخرى. داكشي علاش قال القريه بلي خاصهم يضحيوا بحياتهم على قبل الذكاء الاصطناعي باش ما يدمرش العالم ويشعل فيه العافيه كامل. وداكشي اللي كان غادي يموت منهم بزاف ديال الناس. وفي ديك اللحظه غتوصل الحكومه الفيدراليه وغيطفيو العافيه وغيعتقوا اللي باقي منهم. وهنا اكسيل غادي ياخذ الذاكره ديال الذكاء الاصطناعي وغيمشي باش يسلمها لدوغلاس. المهم داز الوقت وغيعاود يتجمع الفريق مره اخرى. وهنا غادي نعرفوا العمر ديال كل واحد فيهم. اكسيل 24 عام ودوغلاس حتى هو بحاله. اما ليلاند كانت عنده 16 عام وكريس ما رضاتش تقول لهم العمر ديالها. وهنا اكسيل كنلقى واحد المسدس في مصنع الاسلحه. داكشي علاش غيقادو وغادي يردوا سلاح، ولكن خونا كان هربان ليه غادي يطلق به العافيه وغادي يشعلها في الطابله ديال الماكله. وهنا غيهبطوا باش يعرفوا واحد الخبر واللي هو جليد القطب الشمالي بدا كينهار بوحدو. وهذا الشيء كيعني ان كلام سكينر بصح. وبحال هكا تبلبلات في العالم كامل. كاع وسائل التواصل الاجتماعي كينشروا في الاجتماع اللي دار سكينر وداك الشيء اللي قال فيه، ولاو متاكدين ان العالم غادي يبقى غادي على داك الشيء اللي كان كيقول سكينر. وهذا الشيء خلى كلشي يحس باللي سكينر ما دارش هذا الشيء من فراغ والهبانه ماشي تصنع غير هكاك. وهنا اكسل غيقول لهم الا كان بصح كلامه صحيح والتنبؤات ديالو صحيحه فهاد الشيء كيعني باللي بقات غير 15 يوم وغادي يموت اول شخص اللي خدا الهبانه. وهنا هاريش غتدخل عندهم وغتقول لهم باللي الذاكره ديال الذكاء الاصطناعي ما فيها حتى شي حاجه كتدل على ان سكينر كان تماك. وهذا الشيء كيعني ان البحث ديالهم ما عطاش حتى نتيجه، وبحال هكا غادي يكونوا رجعوا لنقطه الصفر. وهنا غادي يريحوا كاملين وغيتفرجوا في كاع الفيديوهات اللي تنبأ فيهم سكينر على نهايه العالم، واللي كان كيقول انهم غادي يكونوا 7 ديال الابواق وكل بوق غادي تجي من موراه شي كارثه، والبوق السابع هو اللي غتكون من مورا نهايه العالم وباللي صوته هو اللي غيكون في البوق السابع. وفي ديك الوقيته بالضبط غادي يظهر واحد الرقم من الذكاء الاصطناعي اللي غادي ياخذوه وغادي يحاولوا يفكوا ديك الشفره ديالو. وهنا بداو كيقلبوا على الاحداثيات ديال داك الرقم باش يعرفوا فين كاينه بلاصتو، ولكن غادي يطلعوا لهم 4 ديال المواقع وكل موقع كاين وسط من البحر واللي كانت عباره على جزر اختفت مده طويله. ولكن الينا من بعد ما بحثت مزيان غتلقى بلي هاد الجزر كان شراهم سكينر قبل ما يغرقوا، وبطبيعه الحال هاد المعلومات لقاتهم وسط من الذكاء الاصطناعي. وانا هارش غادي تنقل كاع المعلومات للمدير ديالها وغيفهموا ان سكينر ولا بد غيكون شرا هاد الجزر على قبل شي سبب، ودابا خاصهم ولا بد يستعملوا هاد الادله الصغيره على الله وعسى يلقاو فين كاين سكينر. المهم دوغلاس غادي يوصل لواحد الجزيره كانت غارقه في الفلبين، واكسيل غادي يوصل لواحد الجزيره كاينه في المالديف، وليلاند مشى لواحد الجزيره كاينه في اليابان. اما كريس كانت في واحد الجزيره سميتها فيجي، وبالنسبه لالين هي اللي كانت مراقبه كلشي باش حتى شي حاجه ما تفلت عليهم. غادي يبقاو متواصلين مع بعضياتهم ولكن لحد الساعه كانوا باقيين ما لقاو حتى شي دليل. وفي ديك اللحظه ليلاند غادي يقول لهم انا عارف بلي هذا الكلام ماشي وقته، ولكن واش لازاروس غتنتهي الا لقينا سكينر؟ جاوبوا دوغلاس وقال ليه هاد الفكره كامله طاحت لينا في بالنا، داكشي علاش الا بغينا نبقاو مع بعضياتنا ما خاصناش نقلبوا على الدكتور المسطي. اما كريس غادا تعوم وسط من الجزيره ولكن ما غتلقى حتى شي حاجه من غير واحد البيوت غارقه تحت الماء، وكيف طلعت من وسط الماء غادا تبقى تامل مزيان في الطبيعه وغتقول لهم ما عرفتش علاش اي بلاصه بعيده على البشر كيكون عندها واحد الجمال فريد من نوعه. جاوبتها الين وقالت لها شنو زعما ممكن يكون سكينر بغانا نشوفوا الجمال ديال الطبيعه اللي كان غابر، ولكن كريس خدات غرق في التفكير ديالها وبدات كتشوف ان الطبيعه زوينه بزاف ولكن البشر هما اللي بهدلوها. واصلا حتى من الابواق اللي دوا لهم سكينر في الحقيقه هما راه عايشين معاهم حيت كل نهار كتوقع شي كارثه، وهذا الشيء كيعني ان سكينر ما غلطش حيت اصلا البشريه هما اللي دمروا العالم. نمشيو دابا عند اكسل اللي حتى هو خرج من الماء من بعد ما لقى حتى شي حاجه، وهنا غيقول لي خونا اللي كان سايق به الباطو باللي حتى هو كان واحد من سكان الجزيره اللي غرقت هذه 10 سنين. واكسل غادي يقول ليه باينه باللي السمك اللي كيطير من الماء هو اللي جرحك في وجهك. غادي يضحك خونا وغادي يقول ليه اصلا الناس اللي كانوا عايشين في الجزيره ما كانوا كيحسوا بحتى شي الام، يعني خوتنا ما عارفين حتى شي حاجه على الهبانه. ايوا بلاتي كيفاش ما كتحسوش بالالام وانتم ما خديتوا لا هبانه لا والو، حيت مستحيل يكون هذا الشيء اللي وقع لكم طبيعي. قال لي خونا باللي سكينر كان زار الجزيره ديالهم ملي كان باقي صغير وبسببه قدروا يعيشوا حياه الرفاهيه. وهنا اكسل غادي يخليه يقول لي كاع المعلومات اللي كان عارف بصوت مرتفع باش حتى الفريق يسمعوا شنو كيقول. نرجعوا دابا عند المدير اللي غيدي هيريش لواحد المعرض ديال الرسم وغادي يعتذر لها بزاف حيت دخلها في شي حاجه اللي اذتها نفسيا، حيت هو كان عارف مزيان العلاقه اللي كانت بينها وبين سكينر. ولكن هيريش غتقول ليه ما تخافش انا دابا باغا نعرف غير علاش سكينر خلانا ورا ظهره ودار كاع داكشي اللي قال ليه دماغه. وهنا الين غتعرف باللي سكينر باع دوك الجزر وتبرع بفلوسها للسكان ديالها، وهذا الشيء على قبل باش يعيشوا مزيان. وبما انهم ما كيحسوش بالالم فهاد الشيء كيعني ان سكينر دخل لهم الهبانه بالسر، وهذا الشيء غالبا عن طريق الماكله اللي كان كيدخلها لهم. وفي الوقت اللي مازال الين كتقلب كانت كتحس بحال سكينر
كيخليهم يشوفوه بطريقه مختلفه وماشي بنفس الشوفه اللي كيشوفها به دابا العالم كامل. المهم غادا تزيد تعمق في البحث، وهنا فين غادا تكون الصدمه. وحده من المتعاونين معها في هذا الجزر كانت هي هاري شخصيا. نمشيو دابا عند كريس اللي قبل ما تخرج من الجزيره غتلقى بها واحد العميله سريه اللي كانت كتخدم معاها في الماضي، وهاد العميله غادا تخطف كريس وغادا تكتشفها، وهذا الشيء كيعني انه كاين شي انتقام في الماضي. اما في المقر ليلاند غادي يرجع وغادي يحس بلي شي حاجه ماشي هي هذيك، وانا هاريش غتقول لهم عطوني المعلومات اللي لقيتو. غادي ينقص دوغلاس وغادي يقول لها حنا راه عرفنا بلي انت كنتي وحده من الدكاتره اللي كيعاونوا سكينر، وهي تقول ليه انا كنت عارفه باللي غتوصلوا لهذا الشيء، داكشي علاش انا غنشرح لكم. انا كنت الصديقه ديالو وجزء من الفريق اللي كان كيدير الابحاث على الهبانه، ولكن قبل ما العلاج يكمل سكينر هرب بلا ما يعرف عليه شي واحد شي حاجه، ولكن الفريق كمل العلاج من بعده وهي ما قدرتش تتاقلم مع الوضع حيت كانت عارفه ان الهبانه سم غادي يدمر البشريه، ودابا ولات حاسه بالندم. داكشي علاش اشتغلت مع الامن القومي باش تلقى سكينر، ومجموعه لازاروس وظفوها حيت هي من اكثر الناس اللي كيعرفوا بزاف المعلومات على سكينر. اما كريس غيدخل عنده واحد صديق قديم ديالها وغيطرش والديها وغيقول لها بلي الخائنين ما عندهمش بلاصه وسط منا، وهنا غنعرفوا ان كريس ما تكشفاتش حيت كانت خدامه جاسوسه، بالعكس كريس خانتهم وانضمت لهيرش بخاطرها. وهنا غادا تدخل صاحبتها انغا وغتقول لها انا فرحانه بزاف حيت باقا عايشه حيت انا باغا نقتلك بيديا. اما في المقر الفريق غيعرف ان كريس موجوده في القطب الشمالي وبالتحديد في واحد المعسكر ديال النفط قديم، وهنا ليلاند غيقول لهم ان ديك البلاصه جزء من شبكه التجسس الروسيه، اذا غالبا اللي شدوه مع عملاء سريين. وهنا هيريش غتقول لهم الا ما قدرناش نرجعوها في ظرف 3 ايام الصور اللي في يديها غادي يوقف الدم اللي كيجري لها في عروقها وديك الساعه غادا تموت. وفي نفس الوقت انغا غادا تقول لكريس انت قالوا باللي قبل 3 سنين متي في الحادثه ديال المطار، ولكن حتى شي واحد ما لقى الجثه ديالك انا كنت متاكده باللي انت باقا عايشه. اما هيريش غتقول لهم مستحيل تفوزوا على عملاء سريين وتنقذوا كريس، ولكن الشباب ديالنا ما غيهمهمش هذا الكلام وغيوجدوا راسهم باش ينقذوا كريس، ولكن المشكل هو انهم ما غيلقاو حتى شي رحلات اللي غديهم لتماك حيت كيف ما كنعرفوا الجو ديال روسيا خايب بزاف. ولكن هيريش غتكلف وغتصل بهم وغتقول لهم باللي القياده الامريكيه الاوروبيه وافقت انها تصيفط لهم هليكوبتر، وداك الشيء اللي كان غينقلهم لاقرب قاعده للمكان، ومن الفوق قادوا بلاصه حتى الالين باش تقدر تخدم على راحتها. اما الصديق ديال كريس كل مره كان كيقرب ليها كان كيطحطح والديها، ولكن كريس ما كانتش كتعترض هذا الشيء حيت كانت عارفه انه كيكرهها بزاف وما غيوقفش من انه يضربها. داكشي علاش غادا تستفزو وغادا تقول ليه باللي انت مجرد جبان وكتضرب مرة مربوطه في كرسي، ولا مشيتي حتى فكيتيها كون متاكد باللي غتوريك شكون هي. اما الفريق كانوا قربوا بزاف من القاعده اللي فيها هما وما بقى والو يدخلوا وينقذوها. اما عشير كريس غادي يقول لها انت استفزتيني باش نفك لك الخيط اللي رابطك به، ولكن واش كتصحابيني باللي بصح مكلخ ولا شنو؟ وفي ديك اللحظه غادي يهز بالكرسي ديالها وغيخبطها مع الحيط وغيدقدق لوالدها العظام. اما ليلاند غادي يحط واحد الكاميرا في واحد الطائره متحركه على شكل فرخ وهادشي باش يراقب الدنيا. اما اكسيل غادي يعوم وسط من الثلج باش يوصل لتماك، ودوغلاس غادي يدير واحد التمويه بسيط واللي هو يخلي السفينه تقرب منهم باش يلفت الانتباه ديالو. اما اكسيل كان دخل وملي لقى باللي كلشي كان تالف مع ديك السفينه غادي يدخل غرفه التحكم وغادي يخترق الجهاز ديالها بالسوار ديالو. وفي هذا الوقت بالضبط كان داك العامل باقي كيسلخ في كريس وقال لها باللي انغا غادي ترجعها للوطن ديالها وهي ميته، وهنا السفينه غادي تدخل في القاعده وغادي يوقع واحد الانفجار. داكشي اللي خلى داك العامل يمشي يشوف شنو كاين، ولكن ملي رجع لقى كريس واجد عليه. غتطلع عليه وغتنزل عليه اللوجه وغتبقى تسلخ فيه وغطيحو في الارض وغتخنقو برجليها، وملي غيغيب غتقطع الحبل وغتهرب من تماك. وهنا الين غتقول اكسل فين كاينه بلاصته واكسل غيمشي لعندها باش ينقذها، ولكن انغا غتفهم ان السفينه كانت مجرد تمويه وباللي كاينين دخلاء وسط من القاعده. وهنا فين غتجي الدور ديال الينا اللي غادا تسيطر على لوحه التحكم من بعد ما اكسل هكرها. اما اكسل غيدخل في قتال مع الرجال ديال القاعده ودوغلاس غيتيري في اي واحد كيشوفه وغيقتلو. اما العامل غادي يشوف اكسل اللي كان كيسلخ في الرجال ديالو وما فهم والو، ويلي شكون هذا الغريب؟ داكشي علاش غيتخبى ليه وكيف غيخرج على غفله غيطنطو بالحديده وغيدخل هو في قتال. وهنا واحد خينا غيشوف ليلاند اللي كان كيتحكم في ديك الطياره وغادي يفرق عليه البلاصه اللي فيها هو. وهنا اكسل غيهرب وغيتلاقى بكريس واللي غتقول ليه انت علاش جيتي؟ انا راه ما كنستحق شي واحد ينقذني. قال لها اكسل انا ما كيهمنيش الماضي ديالك، انا كيهمني شكون انت دابا. وهنا الين بدات كتفرقع في القاعده كامله واكسل غيقول لكريس خليك انت هنا وانا غادي نمشي نخوي الطريق باش نهربوا من هنايا. ولكن للاسف انغا غتلقى كريس وغتهز على الفردي وغتقول لها انا 3 سنين وانا كنتمنى نلقاك باش نقتلك ومستحيل نخليك تهربي. وهي تقول لها كريس يلا قتليني حيت انا اصلا كنت كنتمنى نموت على يديك من شحال هادي. وغتقول لها باللي من بعد الحادثه ديال المطار قلبها كان وقف وتقيدات في القائمه ديال الضحايا، ولكن من بعد النبض ديالها رجع. داكشي علاش جات الفكره ديال الهروب من المنظمه، وهذا الشيء من بعد ما تاكدت ان سميتها مكتوب في القائمه ديال الضحايا. وهي تقول لها انغا وفكرتي تهربي وتخلي صاحبتك ياك حنا كنا متفقين باش نهربوا مع بعضياتنا.
وفي نفس الوقت العامل كان كيسمع فيهم، وملي عرف باللي انغا حتى هي كانت باغا تغدرهم وتهرب غادي يطلق عليها القرطاس، ولكن اكسل غادي يدخل في اخر لحظه وغادي يوقفه قبل ما يقتل كريس. وهنا الينا غتقول اكسل سير بيدغيا خاصكم تهربوا حيت النفط قريب غادي يتفرقع كامل، ولكن اكسل غادي يخلي كريس تودع صاحبتها اللي بصح غادا تموت ما بين يديها، ولكن انغا غتقول لها باللي هي فرحانه حيت غتموت وهي كتشوف في الوجه ديال اعز شخص عندها. وهذا الشيء خلى كريس تحس بواحد الحزن كبير، ولكن اكسل غادي ياخذها في البلاصه وغادي ينقزوا في البحر باش يعتقوا راسهم. وفي ديك اللحظه غادي يجيو دوغلاس بواحد المركب باش ينقذهم، واكسل غيخرج هو كريس من تحت الماء بواحد الصاروخ، وبحال هكا غادي يقدروا يعتقوا راسهم من بعد واحد المهمه اللي كانت صعيبه بزاف. ودابا نمشيو عند واحد القاتل ماجور سميتو اتش، ولا غيخرج كيتمشى وسط من الناس اللي كتموت بسبب القرطاس ديال الرجاله ديالو، واللي كان مكلفو بهذا الشيء هو الزعيم ديالو اللي هو اصلا براسو ما كيعرفوش شكون. وخونا كان بارد بزاف لدرجه المهمه كتنفذ وهو ما مسواقش. وهنا اكسل غادي يركب مع دوغلاس في الطوموبيل، ودوغلاس غيقول ليه خلينا نفترضوا واحد القضيه، الا مشينا حتى لقينا سكينر واش بصح غادي يطلقونا ونوليو احرار؟ قال لي اكسل حتى انا براسي لقيتني كنفكر في هذا الشيء حيت حنا راه ولينا كنعرفوا بزاف الاسرار عليهم، داكشي علاش انا متاكد اننا من بعد ما غنساليو هذه المهمه غيتخلصوا منا باش داكشي اللي كنعرفوه ما يخرجش على برا. نمشيو دابا لواحد الجلسه ديال التحقيق اللي كان حاضر فيها ابيل الرئيس ديال لازاروس ووكاله الامن القومي، واللي غيمشي باش يتقابل مع هايز وشنايدر اللي كانوا من الاستخبارات، ولكن كان باين انهم ما كيحملوش بعضياتهم لدرجه هايز ما رضاش انه يسلم عليه. اما الرئيس غادي يتكلم وسط من الجلسه وغيقول لهم خاصهم ولا بد يحدوا المصير ديال هاد لازاروس، ولكن واحد من الرؤساء غادي يقول لهم بلي هاد الفريق تشكل غير على باش لقاو سكينر، ولكن الفريق دار بزاف د المشاكل، شعلوا العافيه، ضربوا الهليكوبتر، طلقوا الخرطاس، ومن الفوق دمروا حتى القاعده ديال النفط الروسيه. ومورا غتنقص واحد خيتي وغتقول لهم باللي كاينين معلومات كتقول ان وسط من الفريق كاينه عامله روسيه وماشي بعيد تقدر تنقل المعلومات ديال البلاد لشي منظمه روسيه. عاد زيد هادشي كامل اللي كيدير كيبان ليه باللي ما غادي يعطي حتى شي نتيجه باش اننا نلقاو سكينر. وهنا غينقز واحد اخر وغيقول لهم باللي جاب واحد من اعضاء فرقه لازاروس باش يحققوا معاه قدامهم، واللي كانوا جابوا هو ليلاند واللي كان جاي بزز منه. غادي يسولوا شنو علاقه القطب الشمالي بالمهمه الاساسيه ديالهم، وهنا ليلاند غيقول لهم الحقيقه وغيقول لهم باللي مشاو تماك باش يعتقوا صاحبتهم كريس، ولكن بالنسبه لهم هذه الخطوه اللي خداو كانت غادا تدمر العلاقات الدوليه بيناتهم. اما عند كريس ما قدرتش انها تبقى ترتاح حيت كتشوف راسها الا مازال ارتاحت غادا تفيق وغتلقى نهايه العالم. غتجهز الجاكيطه ديالها وغتبغي تلبسها، ولكن في ديك اللحظه غطيح منها ديك الحبه اللي كانت لقاتها في البيت ديال سكينر. اما ليلاند غادي يقول لهم باللي كريس جزء اساسي من الفريق، داكشي علاش ما فكروش في العلاقه الدوليه وكان هامهم ان صاحبتهم تبقى معاهم في الفريق. وهنا غينقص شنايدر وغيقول ليه سمعنا باللي شي واحد فيكم كان وسط من الحبس. قال ليه ليلاند هذا اكسل وهو اللي كان كيحاول يهرب من الحبس بزاف. ضحك شنايدر في ديك اللحظه وشاف في القاضي بواحد الطريقه اللي كتخلينا نفهموا انه بحال متحكم، وفي ديك اللحظه القاضي غادي يقول ليلاند صافي تفضل تقدر تمشي، ولكن الفريق غادي يتحمل المسؤوليه ديال داكشي كامل اللي دار. وهنا غيدخل واحد خاين على غفله وغادي يقول لهم باللي سكينر لاه واحد الفيديو جديد وخاصهم يشوفوه ولا بد، وداكشي اللي كان غيعرضوا لهم. وسكينر غيقول لهم واش حتى شي واحد فيكم باقي ما باغي يزورني؟ من بعد اخر بيان نشرته قبل 20 يوم الناس كانت كتصرف عادي بحال حتى شي حاجه ما تابعاهم. وإلا نسيتو راني قلت لكم باللي اول واحد كان خدا الهبانه هو اول شخص غيموت، وهذا الشخص هو انا شخصيا. يعني بقات عندكم 10 ايام وإلا مت فباي باي البشريه. وهنا غادي يوقف ابيل وغيقول لهم سكينر عنده الصح، بقات لينا غير 10 ايام وحنا دابا ما بقاش لينا بزاف، ما هي غير خطوات قليله وغادي نشدوه. ودابا ما كاين لاش تبقاو مركزين على انكم تفكوا لازاروس حيت لازاروس ماشي الهم ديالنا، لانه الا مشات تمات البشريه ديك الساعه ما غيبقى عندنا شكون نلومو. المهم سالا للشماع وشنايدر غيقول لهايز باللي اكسل هو اللي هرب من الحبس ديال اريزونا، وهو بالضبط اللي كانوا كيقلبوا عليه من شحال هادي، وغالبا كان عنده شي شخص كيعاونو باش يمسح كاع التصاور والسجلات اللي عنده وسط من الحبس. داكشي علاش غادي يمشي شنايدر باش يقابل اتش ويكلفوا بالمهمه، وبحال هكا غادي يكون هو بعيد على الجريمه. ولكن قبل ما يمشي غيسولو غيقول ليه شكون هو سوريو الزعيم ديالك؟ راه سمعنا باللي شبح وحتى شي واحد ما كيشوفو. قال لي اتش باللي انا غير وكيل الزعيم وما كنعرف لا الشكل ديالو لا شكون هو حيت عمرني ما قابلته، ولكن كنضمن لك باللي اي مهمه غيقبلها غتنفذ بكفاءه عاليه. قال لي شنايدر ولكن شكون اللي غيضمن لي انا هذا الشيء وباش غنعرف ان سوريو غادي ينفذ المهمه بكفاءه عاليه؟ قال لي اتش الا بغيتي نقدر نثبت لك هذا الشيء بواحد الاختبار. قال لي شنايدر صافي، وداك الشيء اللي كان هايز غيصيفط بزاف ديال الرجال لهذا الاختبار بحال كان مصيفطهم لشي حرب غادي يوصلوا لتماك، وكانوا متاكدين باللي غياكلوا الشبح سوريو غادي يقتحموا المكان. ولكن سوريو كان بحال شي سبايدر مان غيخطف اول واحد فيهم وغادي يشنقوا قدامهم، والثاني غادي يغرس ليه الموس وسط من عنقه، اما الثالث غادي يشقموا بواحد الموس فيه الخيط وغيخليه يتيري في كاع صحابه ويقتلهم واحد بواحد. وتخيلوا معايا هادشي كامل اللي دار كان غير في ثواني معدوده، وهنا غيبدا يقصد فيهم واحد بواحد، ما كاين غير غرس الموس وذبح ليا بنادم، وموراها غادي يشنق البقيه اللي بقاو ليه. وكيف سالا منهم كانت باقا الدقيقه اللي دايره بالحساب باقا كاع ما سالات. وهنا شنايدر من بعد ما شاف هادشي كامل اللي وقع تاكد باللي هاد خونا
ناضي ديال بصح. داكشي علاش غيصيفط لهم التصويره ديال اكسل وغيقول اتش وهذا الهدف. مشات ليا موجات وبقات 6 ايام على النهايه ديال العالم، وفي ديك الوقيته كاع الامراض كانوا تزادوا بكثره لدرجه السبيطارات ما بقاوش قادرين يتحملوا بنادم. وماشي غير هادشي، البورصه غادا توقف والاسهم حتى هما غاديين يطيحوا، وبزاف ديال الخدمات واحده اخرى غادا توقف حتى هي، والناس كامله ولات كتسنى غير الموت امتى تجي وصافي. وهنا كريس غادا تقدم للمجموعه ديك الحبه اللي لقاتها في الدار ديال سكينر، ومن بعد ما داروا عليها التحليل طلعت باللي مفيده للناس اللي عندهم القلب الاصطناعي، وهادشي خلاهم يشكوا ان سكينر كان عايش في هذه الحاله. داكشي علاش غيقلبوا في كاع السبيطارات اللي كيديروا فيها عمليه زراعه قلب اصطناعي، ولكن ما غيلقاو سميتو نهائيا. وهنا هيريش غتقول لهم باللي كاين واحد المستشفى كيحمي الخصوصيه ديال بنادم، ولكن هادشي بالمقابل. والمشكل هو ان حتى شي واحد ما كيعرف بلاصه هاد السبيطار فين كاين. اما ليلان غادي ينوض وغادي يلبس واحد اللباس وغياخذ معاه اكسل ودوغلاس وغيمشيو لواحد البلاصه اللي حتى شي واحد فيهم ما كان عارفها. غادي يوصلوا قدام واحد الكرياج وغيعرف صوته وغادي يتحل. غادي يدخلوا وغيلقاو راسهم قدام واحد القصر كبير. غادي يوقفوا قدام الباب ديالو وغيخرج منه واحد الراجل وغيرحب به على اساس انه هو مول القصر. اكسل ما فهم والو، ويلي واش هذا القصر ديالو ولا شنو هو؟ غادي يدخلوا لوسط منه ولقاو عامر بزاف ديال التصاور ديال واحد العائله ارستقراطيه واللي كانت موجوده منذ قرون. ومن بعد ما ريحوا غتخرج هاد خيتي اللي غتستقبل خوها ليلاند، ولكن الاستقبال ديالو كان بواحد الطريقه ما زويناش. وغتقول ليه علاش دابا جيتي؟ انا راه كنت قريبا ننسى سميتك، واصلا انت ضيف ما مرحبينش بك. جاوبها ليلاند وهو خايف وقال لها انا جيت هنا باش نطلب منكم واحد الحاجه، بغيت نعرف البلاصه ديال المؤسسه اللي كتعالج اهم رجال العالم. قالت لي واش انت رجعتي من بعد 4 سنين باش تطلب مني هاد الخدمه؟ واصلا علاش غادي نقول لك بلاصه المؤسسه ديالنا؟ وهنا غنعرفوا ان اختو كاعيه بزاف حيت هو اخر ولد في العائله، وباها ما لغاش القانون ديال ان الولد هو اللي ورث بزاف. وملي قالتها ليه جاوبها ليلاند وقال لها اذا تزوجي وورثي انتيا. قربت لعنده بالزربه وعطات لمو واحد 2 تصرفيقات وقالت ليه وعلاش اللي ما تبقاش انت وتادي الدور ديالك وتولي رئيس العائله، ولا ما كنتيش غدير هادشي فغير سير بحالاتك وما تعاودش ترجع. وانا دوغلاس غيقول اكسل شنو اللي جابنا حنا هنايا؟ يلا خلينا نمشيو بحالاتنا. ما وقفوا باش يمشيو غادي يسمعوا الصوت الخطاوي ديالها راجعه، داكشي علاش غيرجعوا يجلسوا في بلايصهم. اما ايزابيل اختو رجعت شويه ندمانه حيت تعاملات معاه بنفس الاسلوب اللي ديما كتعامل معاه بها، ودابا قررت انها تعاون ولكن بشرط واحد، يبقى معاه نهار كامل قبل ما يتفنى العالم. غادي يوافق ليلان وغادي يعرفوا بلاصه المؤسسه وغياخذ صحابو وغيمشيو لتماك، وتماك غيتلاقى بواحد الدكتوره اللي كانت صاحبه بوه. غادي يجلسوا معاها وغيتكلموا بزاف على الهبان، وليلاند غيقول لها بلي هما كيقلبوا على سكينر وبغى يعرف منها واش بصح جا دار هنا شي زراعه ديال القلب ولا لا. اختنا غادا تضرب واحد النطره طويله وغتمتع معاه وغتقول ليه كنت كنتسنى شي واحد يسولني هذا السؤال مده طويله هذه. وفي نفس اللحظه ابيل كان مخدم التسجيل ديال سكينر اللي كانت شقماتو الكاميرا وسط من واحد المطار، وملي حصلوه البوليس غادي يطرا بيناتهم مشكل وغادي يطلقوا عليه القرطاس، ولكن القرطاس جا في الباليزه ديالو اللي غتطلق واحد الدخان وغتقتل كاع اللي كان تماك. وهذا الشيء اللي وقع كان هو اول اختبار الهبانه، ولكن سكينر قرر انه يخلي الهبانه في حبوب صغيره واللي تقتل الناس من بعد 3 سنين. اما عند الدكتوره غتعرض لهم التفاصيل اللي كيديروا بها العمليه وغتقول لهم باللي من بعد كيبقاو متبعين الحاله ديال المريض غير من نبضات ديال القلب ديالو، وواخا يكون في قاره بعيده غيقدروا يلقاوه، ولكن سكينر شفر المعلومات ديالو وهذا الشيء على قبل باش حتى شي واحد ما يعرف البلاصه اللي غيهرب ليها. وموراه غادي تلوح لينا عند واحد الكلي اللي فيه بزاف المعلومات على سكينر واللي ممكن تفيدهم. قدم التسجيل ديال سكينر اللي كانت شقماتو الكاميرا وسط من واحد المطار، وملي حصلوه البوليس غادي يطرا بيناتهم مشكل وغادي يطلقوا عليه القرطاس، ولكن القرطاس جا في الباليزه ديالو اللي غتطلق واحد الدخان وغتقتل كاع اللي كان تماك. وهذا الشيء اللي وقع كان هو اول اختبار الهبانه، ولكن سكينر قرر انه يخلي الهبانه في حبوب صغيره واللي تقتل الناس من بعد 3 سنين. اما عند الدكتوره غتعرض لهم التفاصيل اللي كيديروا بها العمليه وغتقول لهم باللي من بعد كيبقاو متبعين الحاله ديال المريض غير من نبضات ديال القلب ديالو، وواخا يكون في قاره بعيده غيقدروا يلقاوه، ولكن سكينر شفر المعلومات ديالو وهذا الشيء على قبل باش حتى شي واحد ما يعرف البلاصه اللي غيهرب ليها. وموراه غادي تلوح لينا عند واحد الكلي اللي فيه بزاف المعلومات على سكينر واللي ممكن تفيدهم. غادي يرجع الفريق للمقر وليلاند غيعترف لهم باللي هو الجاسوس وباللي كيقول لهيريش وابيل اي حاجه كيديروها، ولكن اكسل قال ليه غير تهنى حنا كاملين عارفين وكلنا عندنا اسرار ما كاينلاش نقولوها. وموراها غتعطيو لالين ديك اليوسف بي وغتعرف منها بزاف ديال المعلومات اللي منهم ان القلب باقي خدام. وهنا ابيل غادي يقول لهيريش باللي اول اختبار العلاج في العالم الحقيقي كان في الحبس اللي تحبس فيه اكسل، يعني تماك فين كانوا كيجربوا العلاج، واكسل كان واحد من فئران التجارب. ومورا هيريش غادي تتصل باكسل وغتكلف بمهمه، والين غتقدر تحدد البلاصه ديال الهاكر اللي كيراقب سكينر
واللي كانت نفس البنت اللي اخترقت النظام الامني ديال دلتا بوب كورن ويزارد. ومن بعد ما عرفت ان الموقع ديالها كاين في باكستان اقترحت على دوغلاس انها تمشي لتماك بنفسها. دوغلاس غادي يوافق ولكن بشرط واللي هو يمشي معاها. وفي ديك الوقيته بالضبط هيريش غادا تكون قالت لاكسل الحقيقه كامله وباللي التجربه ديال الهبانه اللي تدارت في الحبس قتلت كاع صحابه واكسل هو الوحيد اللي بقى عايش ومع الدكتور ديال الحبس. داكشي علاش اكسل غادي يمشي باش يقلب عليه ولكن غيوقع داكشي اللي ما كانش اكسل متوقعه. سوريو كان مشى على العافيه باش يوقف الطريق ويقتل اكسل وانا غادي يوصل دوغلاس والي لباكستان باش يتبعوا بوكورن. ولكن الين كانت بدات كتبان فيها الاعراض ديال الهبانه واللي هي السخانه اللي جاتها بحال كاع الناس. اما هيريش غادا تقول لكريس وليلاند باللي من بعد ما دوغلاس والين تحركوا تبعهم جوج طوموبيلات من قسم الاستخبارات الامريكيه حيت خايفين اللي يكتشفوا شي اسرار عليهم. داكشي علاش خاصها ضروري تدخل باش تمنعهم من انهم يوقفوا ضد ضيو الفريق ديالها. وغتعطي ليلاند واحد الرساله باش يوصل لابيل. وهنا اكسل غيحاول يعرف شنو هي المشكله اللي معطله الناس وتماك غيشوف واحد خيناجي قاصد ومحمر فيه. اما سوريو على غفله غادي ينقز من فوق الطوموبيلات وغيوصل للطوموبيله ديال اكسل غادي يطلق عليه القرطاس ولكن اكسل في البلاصه غادي يكسيري وغادي يطوعوا من فوق منها ومن موراه غيخرج وغيهرب من الطوموبيل وهو ما عارف شكون هذا اللي باغي يقتلو. وهنا غادي يتواجهوا واكسل غيعرف بلي المعركه ما غتكونش سهله وهو يقول لي عرفتي شنو يلا تبعني. وهذه كانت الخطه ديال اكسل باش يبعدوا على الناس البريئه. ولكن سوريو ما همو حتى شي واحد غادي يشير عليه بالقنابل وغادي يدمر الدنيا نوض البلباله وبزاف الناس تاداو. وهنا اكسل غينقز من فوق الجسر وغيطيح فوق من واحد الطوموبيله وكان كيصحاب لي باللي صافي ما غينقزش ليه ولكن في البلاصه سوريو غينقز ليه وغتشبك بيناتهم. نمشيو دابا عند ابيل اللي وصل لقاعده الفريق وليلاند غيعطيه الرساله اللي خلات ليه هيريش وغيقول ليه بلي مشى تلاقى بشنايدر. نرجعو عند اكسل اللي كانت نايضه بينه وبين سوريو. اكسل مطايف معاه غير بالدراع ولكن سوريو كان مسلح مزيان ولكن حيت ما قدرش ياديه غيخرج السلاح المفضل عنده غادي يهجم عليه بالمواس اللي كان زارع فيهم قنبوله ولكن اكسل كان ذكي وقدر يتفاداه. اما عند هيريش غتلاقى بشنايدر واللي غتقول ليه ما غنزوقش الكلام وغادي نجيك من الاخر الا ما امرتيش الرجال ديالك يبعدوا على الرجال ديالي غادي نسرب كاع المعلومات اللي كنعرف عليكم ومن بينهم سجن اريزونا والتجارب اللي تداروا على المساجين واللي ما عاش منهم حتى واحد من غير اكسل. ياك اذا هذا هو السبب اللي مخبي شنايدر وبغى يقتل بسببه اكسل باش الاسرار ديالو ما تسربش. وهو يقول لها فراسك فاجأتيني ولكن واش متاكده باللي الامن القومي غيتيقك انت وغيكذبني انا. وبسبب هذا الشيء قرر يسجنها بتهمه الخيانه حيت عرفت شي حوايج عليه ما كانش خاصها تعرفهم. اما من جهه اخرى ابيل قرا الرساله وعرف باللي شنايدر غيكون حبسها بسبب التهور ديالها. وفي نفس اللحظه السكرتيره غتصل به وغتعلموا باللي كاينه مضاربه ما بين اكسل وسوريو وبسببهم الجسر شعلات فيه العافيه. وملي غتبحث على سوريو ما غتلقى حتى شي سجل عند الدوله عليه يعني خونا بصح عايش بحال شي شبح. ولكن ابيل غادي يكتشف شكون هو وغيستغرب ويلي الشبح واخيرا بان. وهنا غيقول لهم باللي هذا قاتل اسطوري واي واحد كيشوفه خاصو يموت وما عمره خلى شي واحد حي. وهنا كريس غتخاف على اكسل داكشي علاش غتجبد واحد السلاح محظور وغتقول لابيل باللي غتستعمله. وهنا دوغلاس غيتفق مع الين وغيقنعها باللي غيوفر لها الوقت باش تمشي لعند الهاكر. داكشي علاش غادي يخرج باش يسلم راسو للعملاء والين غتستغل الفرصه وغتهرب وقبل ما يتبعوها دوغلاس طلق القرطاس على الرويد ومنعهم. اما اكسل غادي يهرب من سوريو حيت عرف فرق القوه اللي بيناتهم ولكن سوريو غيحكمو وغيقول ليه كيبان لي باللي انت ما خايفش من الموت. قال لي اكسل الموت شفتها بزاف المرات داكشي علاش ما بقيتش كنخاف منها. وموراه غيطلق من الجسر وغيطيح في البحر وغيطلع فوق واحد السفينه ولكن سوريو غيتبعو وغيخرج ليه عاوتاني وهو يقول لي اكسل صافي فهمت الموضوع هادشي ما غيساليش وخاص واحد فينا يموت. ومن موراها غيهجم ولكن الحركات ديالو كانت سهله بالنسبه لسوريو داكشي علاش غيتهاون في القتال واكسل غيستغل الفرصه وغيضربو وبالصدفه غيشوف السلسله اللي لابسه اكسل واللي غتفكروا في الذكريات المرعبه وبالضبط الوقيته اللي كان مجبر فيها انه يكبر بحال الوحوش وغيتذكر حتى التدريبات اللي كان كيتدربها والتعليمات اللي كيتعطاو ليه باش يكبر بلا مشاعر وبلا قلب وغيتذكر حتى المعامله اللي كان كيتلقاها باش يكبر على اساس انه وحش وما خاصوش يرحم واللي شاف وجهه خاصو والو بده يموت. وانا غيتاكد باللي اكسل واحد من الدراري اللي تربى وسط منهم وفي البلاصه غيجعر وغيرميو على بعضياتهم السلاح ولكن اكسل غيتصاب اصابه خطيره وسوريو في البلاصه غيوقف وغيقرب ليه باش يعرف شنو هي اخر حاجه تعلموها حيت نسى كل شيء. ولكن في ديك اللحظه غتوصل كريس بالزربه غادي تيري عليه القرطاس وغيهرب من تما. اما اكسل كان صافي ما بين الحياه والموت غادي تنقلوا للسبيطار غادي يعتقوا وغادي يعيش والدكتور غتقول له باللي دارت كاع اللي في جهتها والباقي غيكون عليه باش يعيش. وفي نفس الوقت الين غتلقى بوب كورن ولكن غادي تسخب بسبب السخانه ديال الهبانه داكشي اللي غادي يخلي بوب كورن تاخذها وتعتقها حيت احترماتها من بعد ما اجتهدت وقدرت تلقاها. وفي ديك اللحظه الين غتفكر دوغلاس وغتاكد بالزربه من انه حي من السوار. اما دوغلاس كان ناعس في السبيطار اللي تابع للاستخبارات الامريكيه واللي حبسوه فيه. اما عند ابيل غادي يقول للسكرتيره ديالو خاصك تعرفي كاع المعلومات على سوريو حيت ممكن يكون مفتاح الاسرار كثيره من بعد ما كشف راسو. وهنا غادي يفيق اكسل على نفس الحلم اللي كان كيحلم به ديما وغيعاود لكريس باللي ديما في الاحلام ديالو كيغرق في احلام عميقه واللي ما عمره عرف المصدر ديالها ولا فايت شايفه ولكن ديما كيكون واحد الملك كيعتقو واللي باينه ان هي الملاك. كريس تصدمات من كلامه حيت ما توقعاتوش يقول هكاك وهو يقول لها انا شفت الموت بزاف المرات ولكن هذه اول مره شي واحد يعتقني منها. اما ابيل
غيمشي عند الرئيسه ديالو وغيطمن على صحتها، ولكن الرئيسه غتقول ليه باللي خدت الهبانه ولحد الساعه باقي ما بانتش فيها الاعراض ديالو، وبما انك جيتي شخصيا فاكيد انت باغي تطلب مني شي حاجه. نرجعوا دابا عند الين اللي جلسات كتحتش مع بوب كورن على اي حاجه كيعرفوها، وهذه كانت اول مره نشوفوا فيها الين كتضحك، ووسط من الكلام غتقول لها انت علاش كتعاوني سكينر واخا عارفه باغي يدمر العالم، وانا غنعرفوا ان بوب كورن من جزر المالديف اللي سكينر عاونهم، وكان سبب في ان بزاف الناس ما تحسش بالالام حيت سكينر كان عارف باللي الجزر غتغرق، وواخا هكاك شراه مهتم بهم، والفلوس اللي كان عطاهم عاونتهم باش يتحولوا من تماك ويسكنوا في بلايص اللي غير ارتاحوا فيها. يعني سكينر عتق ناس كثيره، وبوب كورن بغى ترد ليه الجميل واخا يكون باغي يدمر العالم، ولكن بوب كورن تايقه فيه ومتاكده باللي هذه ماشي نيته وضروري غادي يكون شي سبب واضح. نرجعوا عند اكسيل اللي عاود لها على واحد الحاجه غريبه قبل ما تدخل هي. سورو كان كيقول ليه انا غادي نوريك دابا شنو هي نهايه هيندون، وهاد هيندون هو الاسم ديال واحد الحيوان تزاد ومات بلا وجه. وهنا كريس استغربات شكون اللي غادي يدوي على هادشي وسط من معركه ديال الموت. ودابا قول لي علاش انت متهور بزاف، واش ما خايفش الناس اللي كتبغيك تقلق حيت انت تسببتي لراسك في شي حاجه خطيره؟ قال لها اكسل انا ما عندي حتى واحد قريب مني وما عنديش عائله، وملي كنت صغير كان عندي صحاب بنفس الحاله ديالي ولكن كلهم ماتوا وهو الوحيد اللي بقى حي. واكسل احتفظ بديك السلسله من الطفوله ديالو بلا ما يعرف شنو كتعني، ومن تماك قرر باش ما يكون حتى شي علاقه حيت خايف لي يخسر الناس اللي كيبغيهم. ولكن دابا القضيه تبدلات من بعد ما عرف لازاروس. نمشيو عند ابيل اللي غادي يقول للرئيسه باللي باغي يفتش المكتب ديال الاستخبارات باش ينقذ هاريش، وما يمكنش يدير هذا الشيء من غير لا عطات هي امر بهذا الشيء. الرئيسه قالت لي انا موافقه حيت ممكن تكون هذه هي اخر حاجه غنديرها صحيحه في حياتي. وفي ديك اللحظه غتحيد النظر ديالها وغتوري عينيها اللي تحولت للفضاء بحال التجربه ديال القرد اللي مات. وفي نفس الوقت الين وبوب كورن غادي يعرفوا بلاصه سكينر. واخيرا والسكرتيره ديال ابيل غتشك باللي اتش هو نفسه سوريو. داكشي علاش غادي يتصلوا بكريس باش تجي للمقر حيت هي الوحيده اللي شافت وجهه. داكشي علاش غادي تقول اكسيل باللي مضطره تمشي وممكن تكون هذه اخر مره تشوفها حيت بقى غير نهار على نهايه العالم، وموراه غتعنق وغتحرك. وفي ديك اللحظه كان شنايدر صفا الهايز وقال لافراد الامن باللي هو اللي حاول يقتلوا الاول، اما كريس غترجع للمقر وغيعرضوا على التصويره ديال اتش وغتقول لهم هذا هو اللي حاول يقتل اكسيل. وانا السكرتيره غتعرف باللي مريض بمرض الانفصام، وهذا المرض كيجي ملي كيكون الشخص تحت تهديد كبير. داكشي علاش كتبان شخصيه جديده اللي كتحاول تنقذه. وهنا كريس غتعاود لهم على الهندون اللي قال لها اكسيل، والسكرتيره غتصدم ويلي زعما يكون واحد من مشروع هندون. وفي نفس الوقت الاستخبارات دخلت باش تصفيها لدوغلاس، اما وكاله الامن القومي غادي دير تدخل. وابيل غيقول شنايدر باللي كاين امر تفتيش المقر ديالكم، اما دوغلاس ماشي هو اللي كان تماك حيت كان عارف باللي غادي يقتلوه. داكشي علاش في البلاصه بوب كورن والين غادي يقضوه من تماك وغادي يهربوه بالزربه. اما عند ابيل غادي امر شنايدر باش يسلمهم هاريش، وشنايدر داير فيها ما فاهم والو. اما دوغلاس غادي يعرف منه بلاصه سكينر وغيشارك المعلومات كامله مع البقيه ديال الفريق، وغنعرفوا كاملين باللي هو كاين في مدينه بابلونيا. وهذا الشيء غيخليهم يتصدموا ويلي هذا الشيء كامل سكينر كاين غير في المدينه اللي في جنبهم. ولكن المشكل هو ان المنطقه كبيره بزاف وصعيب يقلبوا عليه في كل دار. وهنا دوغلاس غيسول كريس على اكسيل اللي ممكن يكون عارف شي علامه خاصه بسكينر حيت هو كان تما، ولكن غتقول لي باللي اكسيل ما غيقدرش يعاوننا دابا. داكشي علاش دوغلاس غيخليهم يعوجوا الطريق باش يمشيو يركبوا في التران اللي غادي لتما. وهنا بوب كورن غتودعهم وغتقول الين الا احتاجيتي اي حاجه اتصلي بيا ومتاكده انكم غادي تنجحوا. وهنا سوريو غادي صيفط رساله لاكسيل فيها باللي قريب غادي نشوفك في البلاصه اللي كتكون فيها الملائكه. فهم الرساله، ولكن ملي سولته الدكتوره قال لها غالبا كيقصد الجنه. اما ابيل غادي يعاود لشنايدر على الجرائم اللي دار، وانا غنعرفوا باللي هو الاستخبارات صنعوا سلاح بيولوجي في السر وخداو حتى البحث ديال سكينر اللي كيعالج الالام وحولوه لسلاح كيقتل عباد الله. وملي بغى سكينر يهرب باش يكشفهم مشاو هجموا عليه في المطار وهدوا باللي الا مشى حتى دوا غادي يموت وحتى واحد ما غادي تيقو. وموراها طلعوا على الجريمه على اساس اللي وقع في المطار كان هجوم ارهابي، وقال ليه ولكن اللي ما كنتوش نتوما عارفينه هو ان سكينر غادي يغدر بكم باذكى طريقه في التاريخ، وفي البلاصه غادي يلقى عليه القبض بتهمه تستر على جرائم واستخدام اسلحه بيولوجيه ممنوعه. ولكن بلاتي خلينا نوقفوا هنا. الا سكينر بصح كيحاول يحمي البشريه وبصح كان باغي يكشف السلاح البيولوجي، شنو اللي خلاه يحط في الهبانه سم اللي يقتل الناس؟ ما عليناش. نمشيو دابا عند الي اللي غتمشي هي ودوغلاس لمنطقه المتشردين واللي كاين فيها سكينر وغتشارك كلشي مع المجموعه، ولكن المنطقه كبيره وصعيب يلقاو في نفس النهار. ونهاريش غتعطيهم معلومه واللي هي سكينر كيعشق النباتات، داكشي اللي خلى ليلاند يتذكر الورد اللي كان محطوط في دار جداته. اذا هذه علامه واضحه يقلبوا بها عليه. اما الدكتوره غتدخل عند اكسل باش تطمن عليه، ولكن غتلقاه غبر في البلاصه. غتصل بكريس وغتعلمها بالرساله اللي قرات، وكريس غير سمعاتها فهمت هي كلشي ومشات تجري لعندهم. وفي نفس الوقت اكسل وصل لبرج الملائكه اللي كاين في بابلونيا وغيلقى سوريو تماك ومع سلاح من العيار الثقيل. غير شافوا اكسل قال لي مالك على حالتك، كون جبتي غير شي حاجه صغر من هذا. اما السكرتيره والهاكر 909 غادي يعرفوا معلومات على مشروع الهاندون واللي هو مشروع سري كيدرب الاطفال باش يكونوا قتاله تابعين للدوله. نرجعوا دابا عند سوريو اللي استغل الضعف ديال اكسل وبدا كيسلخ فيه، ولكن كل كلمه كان كيسمع فاش كان كيتدرب كانت كتجي ليه في باله وغيتفكر في البلاصه الاوامر ديالو. انت ما عندكش قلب، فكر بعقلك ونسى المشاعر والعواطف ديالك حيت انت انسان كتولي
غيولي عنده القيمه غير من اللي كيقتل. هادشي غادي يخليه يفقد السيطره وغيهجم بقوه باش يقتل اكسيل، حيت هو الوحيد اللي نجا من مشروع هاندون. اما السكرتيره غتعرف معلومه خطيره، واللي هي واحد من اطفال هاندون قتل صحابو كاملين وحتى المعلمين وهرب. وهنا سوريو غترجع ليه الذاكره وغيتذكر كلشي قبل ما يمحيو ليه الذاكره ديالو، ولكن على غفله غادي يتدخل جهاز الاستخبارات وغيطلق عليهم القرطاس، حيت كانت معطيهم اوامر من قبل باش يغتالوا اكسيل وسوريو، حيت شنايدر باغي يتخلص منهم باي طريقه. ولكن اكسيل غادي يحاول يتلفهم، وسوريو في البلاصه غادي يفرقع والديهم، ولكن البرج غيتدمر وغادي ينهار كلشي. اما اكسيل غيدير المستحيل باش ينقذ سوريو، ولكن ما غيقدرش يوصل ليه. ومن بعد ما لاب كلشي اكسيل غينزل يقلب عليه وغيلقاه باقي حي تحت الحطام، غادي يريح في جنبه وغيقول ليه الاسطوره كتقول باللي من بعد ما حيوان الهاندون كيبان وجهه كيموت في البلاصه. وهو يقول ليه سوريو انا دابا نقدر نرتاح، حيت صافي ما بقيتش وحش مخبي وجهه على الناس، ودابا ولا وجهي كيشوفوا كلشي وكيعرفوه الناس، وموراه غادي يموت. وفي ديك اللحظه غتوصل كريس وغتطمن على اكسيل وغتقول ليه حنا غاديين عند سكينر غتجي ولا لا. اما الين غتعلم ابيل في التليفون باللي جات السخانه ديال الهبانه، ولكن على غفله مشات غير بوحدها. وابيل غيقول لها خاصكم تعرفوا الحقيقه ضروري، وغيقول لهم حتى داكشي اللي وقع في المطار واللي هو القرطاس اللي طلقوا على سكينر غادي يجي في العينه اللي كان واخده من السلاح البيولوجي واللي انتشرت تما، وبسببها كاع اللي تما مات من غير سكينر وخمسه ديال الدراري اخرين، حيت الجسم ديالهم طور مقاومه ضد العلاج. داكشي علاش ماتوا ورجعوا للحياه مره اخرى، وهذا هو المعنى ديال لازاروس واللي هو الانبعاث. ومن موراه غادا تجي في بال سكينر خطه جهنميه واللي هي غيصنع عقار يقتل الناس، وملي غيهدد بين الناس كامله الدنيا كامله غتقلب وغيركزوا عليه، وتما غيفضح الاستخبارات وما غيقدروش يدركوا هذا الشيء كيف ما كيديروا ديما. اما العلاج راه عنده وغيعطيه للناس من بعد ما يكشف الحقيقه. وهنا الفريق كله وصل لمنطقه المتشردين وغيعاونوا مع شير اكسل من بعد ما شرحوا ليه المواصفات ديال سكينر. وهنا غيلقاو جالس قدام البحر وما بقاش قادر يشوف، وملي غيحيد النظاظر غيلقاو عينيه تحولت لفضاء واسع، يعني حتى هو قرب يموت. في البلاصه غيعطيهم التريق اللي غيعالجهم وغيعتذر من هيريش حيت ما خداهاش معاه، غدا تواسيه. واكسل غيقول ليه بغيت نعرف غير النظره ديالك للحياه كيف دايره، واش بصح البشر ما مزيانينش وخاصهم يموتوا؟ ما جاوبوش. وهو يعاود يقول ليه كنظن باللي خاصني نتقبل هذا العالم ونعيش فيه كيف ما هو. ولكن سكينر في ديك اللحظه غادي يودع الحياه وغادي يموت، وهيريش غادا تحزن عليه بزاف. وهنا على غفله البوليس غادي يوصلوا، ودوغلاس واكسل غادي يجبدوا سلاحات على هيريش وغيقولوا لها باللي سمحي لينا ولكن حنا خايفين لا ترجعونا للحبس. ولكن ابيل غيوصل وغيقول لهم باللي الرئيسه امرت انها تحررهم، وموراها غيحيد لهم الاصاوير وغيعطيهم الحريه ديالهم، ومن الفوق غيمحي حتى السجل الاجرامي ديالهم وغيقترح عليهم باش المجموعه ما تفككش ويولوا هما بصح وحده لازاروس الرسميه للتحقيقات السريه. وبطبيعه الحال الابطال ديالنا كاملين غادي يوافقوا، ومن بعد ساعات قليله المصانع كلها غتعاون وغادي يصنعوا تريق هبانه وغادي يفرقوا على العالم كامل، وبحال هكا العالم كامل غادي يتعتق من واحد النهايه كانت قريبه منهم بزاف، وكل شيء غادي يرجع كيف ما كان.